من الأحذية المنصهرة على جانبي الطريق إلى القيام بخبز الكعك في سيارتك، إليك الآن كيف ينجو الأشخاص في الأماكن الأشد حرا على الأرض. وقبل أن نبدأ، ساعدنا في الوصول إلى نصف مليون مشترك. تأكد من الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالإعجاب. 10. الموجة الحارة التي تجتاح أريزونا. عام 2017 اجتاحت أريزونا موجة حر وصلت فيها درجات الحرارة إلى 130 فهرنهايت. تلك الموجة التي أظهرت أنه يمكن أن يصيب أي شيء الركود والسكون وتتوقف الحياة. كل شيء تقريبا قد بدأ في الذوبان، فقد ذابت سلات القمامة الموجودة على الأرصفة وبدأت القمامة في التناثر في كل مكان، وقد تمددت زجاجات المياه الموجودة في السيارات، حتى الجدران كانت قد شرعت في التلاشي أيضا. كذلك الحال بالنسبة لصناديق البريد ولافتات الشوارع، ولكن هذا لم يردع السكان المحليين ويوقفهم عن إيجاد طرق لحل هذه المشكلة، حتى في ظل بيئة تخشى أن تقوم بلمس المقابض أو أي شيء آخر كان قد صنع من المعدن. 9. الصنادل المنصهرة. إذا كان يراودك الحلم في العيش في مكان دافئ وخصوصا في الشتاء، فقد تأكد من الإلمام بالأمر كله قبل أن تترك كل شيء وتذهب، فدرجات الحرارة المرتفعة تجعل كل الأشياء يعمل على نحو شديد الاختلاف عما قد تعودت عليه، حتى أن أرصفة والطرق تصبح خطيرة حقا. فالأسفلت الذي تم استخدامه في تشييد الطرق يعد فعالا حقا في تشرب السخونة، وهذا ما قد ينتج عنه فوضى عامة ودمار لكثير من الأغراض، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحذية. ويعود هذا الفيديو إلى عام 2016 والذي يعرض لك التأثير الكلي والفعلي للأسفلت الذي يتشرب الحرارة. هذا وقد تم تسجيل هذا الفيديو في مدينة فيصلد في ظل يوم وصلت فيه درجات الحرارة تقريبا إلى 100 فهرنهايت، وقد تسبب ذلك الارتفاع في ذوبان الأحذية المطاطية، وفي بعض الحالات تسبب ارتفاع درجات الحرارة في التصاق الأحذية بالطريق. والشاب الذي يظهر أمامكم عابرا للطريق أجبر على الجري والهرولة إلى جانب الطريق الآخر عندما التصق حذاؤه بالأرض بسبب ارتفاع درجة حرارة الأسفلت، تلك التي لم يستطع أن يتحملها وهو حافي القدمين. وتحف هذا الأمر المخاطر المتمثلة في الحركة المرورية، والشخصان الآخران اللذان أمامك اضطرا إلى التخلي عن حذائهما بسبب قدوم السيارات نحوهما. 8. التجمع والازدحام داخل القنوات المائية. عندما تشتد حرارة الجو على نحو لا يمكنك أن تتعامل معه أو تتغلب عليه، ولا يكون لديك العديد من الاختيارات المتاحة سوى أن تقوم بالقفز في أقرب مسبح مائي أمامك، فالصورة التي أمامك تأتي إليك من قناة لاهور الباكستانية. فعند حلول الصيف كل عام يقفز الآلاف والآلاف من الأشخاص في المياه، وهذه الطريقة تعد فعالة حقا في تلطيف وتهدئة درجة حرارة جسم الأطفال والأشخاص البالغين على حد سواء، ولكن عليك أن تجد حيزا مناسبا يمكنك من الحركة. رقم 7. النوم في الفريزر. لا ينبغي أن تقوم بتجربة هذا الأمر بالتأكيد في بيتك، فهذه الأجهزة غير مخصصة لذلك، ولكن ارتفاع درجة الحرارة أكثر من المعتاد يدفع الأشخاص لفعل أي شيء، وهذا ما قام به شاب يبلغ من العمر 23 عاما في ولاية تكساس عندما تم العثور عليه في عام 2016 عندما قام تعطل جهاز التكييف الخاص به، وكان يائسا حقا، ذلك اليأس الذي وصل إلى نقطة ما جعلته بعد أن قام بالدخول في الثلاجة وأسند الباب بعصا المكنسة، وفي لحظة ما أغلق الباب عليه وتم العثور عليه متجمدا لاحقا، وهكذا هو حال عندما يفنى بعض البشر. 6. خبز البسكويت في سيارتك. ربما قد سمعت عن الأشخاص الذين يقومون بقلي البيض تحت درجة الحرارة المرتفعة على جانبي الطريق، وبخاصة في جنوب كاليفورنيا ونيفادا، ولكن إذا ما بدأت درجة الحرارة في الارتفاع حقا يمكنك أن تحول زجاج سيارتك الأمامي إلى فرن، فإذا ما أشرقت الشمس واشتدت الحرارة يمكنك أن تقوم بخبز صينية من البسكويت خلال ساعتين. رقم 5. الهندسة المعمارية. في الهند يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 113 فهرنهايت، ويصحب هذا الارتفاع حياة شديدة الصعوبة حقا.
لذلك كان على المهندسين المعماريين أن يقوموا بتحويل النمط المعماري القديم واستخدامه على النحو الذي يحقق راحة أكثر للأشخاص. ونتيجة لذلك قامت أكاديمية علمية على سبيل المثال بالقيام بتثبيت شاشات على الوجه الخارجي للأبنية والتي تمتص الحرارة فيما بين تلك الأبنية، وكذلك الحال بالنسبة للأبنية المحيطة بتلك المباني والتي تعرف باسم جالي، والتي تقوم بتنقية الهواء والضوء على النحو الذي يقوم بتبريد الهواء وخفض درجة الحرارة داخل المنازل. وهناك أسلوب آخر يتضمن القيام بحفر بركة في المبنى وملؤها بالماء، وعندما تتبخر تلك المياه تعمل على تبريد الجو المحيط بها وتعمل كتكييف طبيعي. وتعد هذه الطريقة مثالا رائعا كان قد تم استخدامه في القدم، ولكن أعيد استخدامه مرة أخرى في التصميمات الحديثة مثل ما قامت به الأكاديمية العلمية والتي تهتم بشؤون الموضة السابق ذكرها. رقم 4. الحفاظ على برودة درجة حرارة جروك المفضل عند اشتداد الحرارة. ليس الأشخاص وحدهم هم من يشعرون بارتفاع درجة الحرارة، ولكن هذا ما تقوم به الحيوانات الأليفة أيضا، وهنا يكون أمر العناية بتلك الحيوانات أمرا ضروريا، وعليك التأكد من القيام بذلك. فهناك معايير خاصة مثل اصطحابهم في جولة في ظل وجود نسيم الصباح أو المساء، ويجب عليك أن تتأكد من توفير مياه كافية لهم للشرب وحماية أقدامهم من الأسطح الساخنة وعدم تركهم في السيارة والسماح لهم بالقيام بالحفر خارج المنزل. ولكن هناك بعض الأفكار التي تجلب لتلك الحيوانات السعادة والمرح على نحو أكثر من ذلك. فقد خذ هذا الكلب كمثال فعلي، حيث استطاع هذا الكلب أن يجد لنفسه مكانا في سرير من قطع الثلج لكي يسترخي، أو هذا الكلب الذي قدم له صاحبه كيكة الآيس كريم اللذيذة الطعم. وهذا هو الكلب المفضل لدي، والذي تم منحه حمام سباحة خاص به لكي يسترخي فيه تحت المظلة الشمسية التي تم وضعها خصيصا لكي تحجب أشعة الشمس. فهل هذه حياة كلاب حقا؟ ثانيا، مكيف الهواء المجنون. إذا ما كنت تعيش في بلد حار فيجب أن تمتلك مكيفا للهواء، وعلى الرغم من ذلك فإنه في بعض الأحيان امتلاكك لمكيف هواء واحد لا يعد كافيا، وهذا ما يؤدي القيام بأمور تتصف بالجنون باسم التغلب على أشعة الشمس. هذه الصورة كان قد تم التقاطها في مبنى آن سيانغ في سنغافورة، وعلى حسب الإحصائيات فلدى ذلك المبنى 19 مكيف للهواء مثبت على الحوائط الخارجية للمبنى. وهذه الوحدات المثبتة أدت إلى القيام ببناء إطار لكي يحتوي أوزان تلك التكييفات وتثبيت سلم فيها لكي يتم الحفاظ عليها بطريقة فعالة. رقم 1. إعداد وجبة على جانب الطريق. لقد شاهدنا أشخاصا يقومون بخبز البسكويت تحت أشعة الشمس، ولكن هل من الممكن أن نقوم بإعداد وجبة كاملة؟ في عام 2014 قامت منظمة حياة العالم البرية بتنظيم حدث في أسونسيون، وهي عاصمة برجواي، حيث أرادت تلك المنظمة لفت الانتباه إلى تداعيات وتأثيرات الاحتباس الحراري، وقاموا بالاستعانة بمساعدة الشيف رودولفو إنجنتشيت. وكان التحدي الذي على السيد رودولفو أن يتغلب عليه هو أن يقوم بطهي وجبة لضيوف على الأسفلت، والذي تم رسم بوتاجاز عليه باللون الأبيض. وفيما عرف باسم قائمة طعام الاحتباس الحراري، قام بطهو البيض واللحم في الأوعية بخبرة متوقعة من مثل ذلك الرجل الخبير بفنون الطهو، حيث قام بصنع وجبات لذيذة لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا قد تمت دعوتهم. وتلقي هذه الطريقة بالطبع الضوء على ظاهرة الاحتباس الحراري، ذلك لأن شوارع أسونسيون ترتفع فيها بشدة درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وأنتم أصدقائي، كيف تتغلبون على ارتفاع درجات الحرارة؟ اترك لنا في التعليقات كم درجة حرارة البلد الذي تعيش فيه وكيف تواجه هذا الأمر. شكرا للمتابعة.